قيوم إليك أحتاج أرجوك بدموعي، صلي بحبك دوم أنا العصي عسى تغفر تراعي، من جرب يتلذذ بطاعتك سعيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من أجمل الأشياء التي يمكن أن تعرفها عن الله تعالى هي كثرة ما يتودد إليك. أي والله ربنا سبحانه يتودد إلى عباده، يتحبب إليهم، يعني يفعل الأشياء التي تجعلنا نحبه، وقد فعل كل شيء يمكن أن يخطر ببالك لكي يتحبب إليك ويتودد إليك. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. في كل يوم أنواع من الهدايا والعطايا. ماذا تريد؟ تريد طعاما وشرابا؟ في كل يوم يطعمك ويسقيك. لديك مشكلة؟ هو حل مشاكل كثيرة لك في السابق وسوف يحل هذه المشكلة أيضا، فقط اطلب منه وهو سيعطيك. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يتودد إليك. ماذا تريد؟ تريد الشفاء؟ شافاك من مئات الأمراض في حياتك وسيشفيك أيضا مرة أخرى. قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. ماذا تريد أيضا؟ لديك أناس تحبهم وتهتم لهم حولك، ها هو كما ترى يحفظ أحبابك حولك منذ سنوات وهم يعيشون معك. ليس هؤلاء فقط، بل حتى غيرهم من الناس سيحبك إذا اقتربت منه سبحانه. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني مودة ومحبة بين الناس، يجعل الناس تحبك حتى لو لم تفعل شيئا. من الذي وضع هذه المودة بين الناس لك؟ إنه الودود سبحانه، يتودد إلى عباده ويتحبب إليهم في كل يوم. قد يقول قائل: هذه المودة يعطيها الله عز وجل للعباد الذين لم يذنبوا، لم يعصوا. نحن وقعنا في ذنوب ومعاصي كثيرة في السابق. لا، غير صحيح. مودة الله سوف تصل إليك أيضا. ما هو الدليل؟ آدم عليه السلام كان الله تعالى يحبه قبل أن يقع بالمعصية، قبل أن يقع آدم بالمعصية، قبل أن يأكل من الشجرة، وبعد أن أكل من الشجرة وتاب أحبه الله أكثر. فآدم بعد أن عاد إلى الله أحبه الله أكثر منه قبل أكل الشجرة، كما يقول أهل العلم. أصلا إذا عاد العبد إلى الله تعالى بعد الذنوب فإنه يكون أحيانا أعلى مقاما ممن لم يذنب من الأساس. لهذا لاحظ اسم الله الودود ورد في القرآن مرتين. اسمع الآية وسوف تعرف ماذا أقصد. الآية الأولى: إن ربي رحيم ودود. الآية الثانية: وهو الغفور الودود. توقع رسالة واضحة الآن، ذكر الرحيم وذكر الغفور، يعني أن مودته سبحانه سوف تصل إليك مع رحمته ومغفرته، فيغفر لك ذنبك وأيضا يتودد إليك. يا الله، ما أرحم الله، ما أعظم تحببه لعباده، فعلا يتودد إلى عباده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الودود أي الحبيب، وهو فعلا حبيب معنا سبحانه، وهو حبيب إلينا أيضا. سؤال: لماذا يتودد الله عز وجل بهذا القدر الكبير من المودة للخلق؟ لماذا يفعل هذا؟ لأنه يحب أن يفعل ذلك، يحب أن يحن على عباده، فهو حنان منان كريم رحيم، يرحم ضعفهم وحاجتهم. فعلا يحب أن يتودد إليك، ويريد منك أن تفعل نفس الشيء فتتودد إليه أيضا. وبالمناسبة توجد مودة عظيمة بين الله تعالى وبين عباده، فهم يعني فعلا يحبونه لما يرونه من كمال المودة التي ينزلها إليهم في كل يوم. طيب ماذا أفعل إذا عرفت عن كل هذه المودة التي يتودد الله بها إلي؟ ما المطلوب مني؟ بسيط: قابل الإحسان بالإحسان. كما أنه يتودد إليك ويتحبب إليك فافعل نفس الشيء. طيب ماذا أفعل؟ قل له الكلام الذي يحب أن يسمعه سبحانه، وافعل الأشياء التي يحب أن تفعلها. هذا بالضبط هو التودد منك إليه. فأدعيتك وأذكارك وتلاوتك للقرآن هذه كلها أنواع من التودد إليه سبحانه. وهذا التودد ليس من طرف واحد،
هو سيرد عليك ويذكرك كما تذكره. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، يعني إذا تكلم بالخير عني وسط الناس، ذكرته في ملأ خير منهم، يعني يذكرك الله عند الملائكة المقربين. فأنت تتودد إليه بالأقوال وهو يتودد إليك. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. يعني صلاة الله على العبد يعني أن الله يثني عليك في السماء عند الملائكة كم مرة؟ 10 مرات. فما بالك لو زدت أكثر. تخيل أن تتفاجأ يوم القيامة بأن جبريل عليه السلام بقدره يعرفك، ويعرفك أصلا منذ سنوات طويلة، وميكائيل يعرفك، وإسرافيل يعرفك، جماعة الملائكة تعرفك، كلهم يحبونك حبا شديدا. من أخبرهم عني؟ الله جل جلاله أخبرهم عنك وحببهم فيك، فهم يحبونك منذ زمن. لماذا؟ لأنك كنت تكثر من النوافل والمستحبات والطاعات فأحبوك. عموما كل العبادات من صلاة وصيام وعمرة وحج كلها أنواع من التودد والتحبب إليه سبحانه. قد يقول قال: ماذا يمكن أن أفعل أكثر؟ يعني أريد أن أفعل أشياء أخرى أكثر كي أتودد إلى الله عز وجل. نعم ممكن، إذا أردت ممكن. تودد إلى عباد الله تعالى وارحمهم وأحسن إليهم، وهو سبحانه سوف يتودد إليك بحسب ما رآك تتودد إلى عباده، وسيزيدك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا أحسنت خلقك مع الناس الذين يحب الله أن تحسن إليهم كالوالدين والأرحام والجيران والصالحين، فإن الله سيعطيك المزيد من مودته. وأيضا الأزواج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وقال: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أصلا المودة التي بينكما الله تعالى هو الذي وضعها، يحاول الشيطان أن ينزعها منكما. قال تعالى عن الأزواج: وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن هو هذا الإله الحنون الذي يتحبب ويتودد إليك وإلى أحبابك؟ إنه الودود سبحانه، الذي يحب عباده ويحبونه، بل لا شيء في قلوبهم أحب إليهم منه. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إي والله. أخي الكريم، أختي الكريمة، أنا متأكد أن حبنا لله الآن زاد. أنا أصلا متفائل بأنه أيضا أحبنا أكثر، وسوف نعرف المزيد عن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. جمعنا الله وإياكم بالدنيا على محبته، وبالآخرة في الفردوس دار كرامته، والحمد لله رب العالمين. يا الله إلهي يا قيوم، إليك أحتاج أرجوك بدموعي، صلي بحبك دوم، أنا العصي عسى تغفر تراعي، من جرب يتلذذ بطاعتك سعيد. لبيك يا أقرب من الحبل